مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج حقائق. تشهد ولاية غرداية منذ سنوات خلافات مذهبية ذات بعد عرقي وديني بين أتباع المذهبين الإباضي من الأمازيغ والمالكي من العرب، وتتخذ في كثير من الأحيان شكل نزاعات على الأراضي والعقارات. وتعتبر أحداث بريان سنة 2008 من أخطر الأحداث التي عرفتها الولاية والتي أدت إلى تدخل الحكومة. لكن الغريب في الأمر أن المزابيين وعرب غرداية كانوا يتعايشون جنبا إلى جنب منذ عقود من الزمن رغم اختلاف المذاهب التي يتبعونها. فما الذي أدى إلى وجود هذا الخلاف ولماذا يطفو في كل مرة إلى السطح؟ هل فعلا هناك صراع طائفي أم أن هناك أطراف تعمل على زرع الفتنة لتحقيق مكاسب سياسية؟ وما المذهب الإباضي وما حقيقة ما يقال عنه؟ كل هذه الأسئلة يجيبنا عنها مفادنا إلى ولاية غرداية حسين بوصالح. تابعوا هذا الروبورتاج. يعد سوق غرداية الذي يعود لسنوات طويلة أحد الفضاءات المفتوحة بالمنطقة، والتي تشكل مساحة لالتقاء سكانها قصد اقتناء مستلزماتهم كل يوم بعد صلاة العصر ولتحديد المواعيد وتبادل أطراف الحديث. ما يمكن ملاحظته في هذا السوق هو جمعه بين جميع سكان المنطقة دون تفريق بغض النظر عن خلفياتهم المذهبية وانتماءاتهم، من مزابيين يتبعون المذهب الإباضي وجماعة العرب، والتي يطلق على أفرادها أسماء مختلفة مثل عرب شعنبة والمرازيق والمذابيح، ويتبعون المذهب المالكي. وبهذا السوق تتشكل فسيفساء من تركيبة مجتمع مختلف استطاع تحقيق هذا التعايش الذي يظهر جليا بين زوايا هذا السوق على مدى قرون طويلة. مسعود مصباح واحد من المزابيين الذي يقصد سوق غرداية يوميا، يجول بين أرجائه وهو تقليد حمله عن أجداده، حيث يرى أن الفروق بين الطرفين تذوب لأن التقاليد الإسلامية وأبجديات التجارة تتجاوز مثل هذا التفكير. التركيبة اسمها التعايش بيناتنا كما قال ربي في القرآن: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. التعايش هذا لابد اسم التبادل الأفكار الثقافية بين المزابية والمالكية وكاع هذه هي التعايش هذا يمشي متفاهمين. كان غير ممكن سوء تفاهم من شخص أو شخص، لازم يعود تعارف بين اشخاص، واحد يتعرف على الاخر يتعايشوا نورمال. السوق تاع غرداية هذا كبير كما راكم تعرفوا، تلقاو هنا كاين يجيب حاجه يبيعها هنا، يتلقاو هنا. كان بكري يديروا سوق دلاله هنا تاع الزرابه تاع الغنم، دوك تبدل اسمها الطوابل صغار من التجاره الصغيره باه الواحد يقوت منها. من هذا السبب هذا السوق اللي يجمعوا كل الأمة الغرداوية. السوق هذا قلنا متعايشين مترابحين، لا باس علينا في بعضنا، اللي يبيع ويشتري، اللي زاهي مع ابن عمو زاهي. حاجة المشاكل كل واحد وعقليته، هذه هي عقليات متعايشين مع بعضنا. ما كانش البراني في الجزائر، ما كانش. اللي قال براني هذاك الآثار نتاع فرنسا، قعدت الآثار نتاع فرنسا. البراني ما كانش. الجزائر تول مون جزائري، قبائلي تارقي مزابي كل جزائريين. أنا لي نعرف هكا. لكن قد يكون سوق غرداية هو الاستثناء في جمع المزابيين والمالكيين، لأن باقي المناطق التي قصدناها وبالضبط قصور المزابيين 7 هنا تتجلى خصوصياتهم، فحضارة المزابيين استطاعت الحفاظ على خصوصياتها منذ الأزل ولم تسمح بشبح العولمة بالدخول إليها، فظل غريبا داخل أسوار قصورها. غير أن سوق للاعشو، وهو الاسم الذي أطلق على بئر امرأة مزابية أنزلته صدقة جارية للمسجد،
اليوم أصبح معلما من معالم الحضارة الميزابية، حيث يعرف إقبالا من قبل السياح، لكن الدخول إلى هذا السوق يتم وفق شروط تختلف عن السوق السابق لغرداية، فيتم الدخول عبر بوابة واحدة، ولا يسمح لدخول الغرباء إلا بمرشد سياحي. وسوق يعني لابارتيان اون فام يعني اسمها لاله عشو، وهداتها للمسجد يسمى باش تولي يعني تولي عندها صدقه جاريه. وهذيك اولا باش تعاون بها النساء تاعنا باش يخدموا التقاليد تاعهم في الديار، يعني كالنسيج واي بعض الاشياء يعني اللي مخدومه في الدار كالتقاليد. وفي هذا يعني الخدمه تاعهم يعني ما يعرفوش المنتوج تاعها شحال يسوى، القيمه تاعها. هذا السوق هذا مديور على جال هذا الشيء بواسطه الدلال، هي تعرف القيمه تاع الخدمه تاعها، فاني هو مؤهل من طرف المسجد باش ما يتسماش سوق فوضوي، ويتحل بين العصر والمغرب. واللي راك تشوفوا هكا كاع هادو دايرين، يعني هادو سيدي ديبو بعض عائلات عندهم يريحوا هنايا، منها حكايه، منها شراء، يعني يشروا صوالح هادو هذيك، ومنها فاني مام حتى الاولاد صغار قديم الزمان ماشي درك، قديم الزمان يجيبوهم لهنايا باش يتعلموا فاني التجاره والحوار، وكيفاش مثلا الاولاد كيما هاد الاولاد الصغار اللي راهم يدوروا هنا في ما يولي يدور ولا يقعد برا ولا يخرج برا. الهندسة المعمارية لبني مصاب صممت وفق رؤية علماء الإباضيين آنذاك وقداسة عاداتهم التي تجسدت من خلال هذه القصور. 3 اسكاليي 4 بتيت ايتاج، وفيها لو مو بوليلا، يعني كانوا يديروا دي ليجوند يقول لك مبنيه في ليله، انا جو كروا با بصح لو مو بوليلا بالامازيغيه تاعنا هو سي دو ان مير بورتور، يعني يشد في العرصه بين هنا وهنا. مثل داروه من هذا الحيط والحيط الاخر باش على جال الريح، ما داروش منا ولا منا، داروه من الجهه الاخرى، صادر داروه منا وداروه منا، بصح ما داروش لا منا لا منا، على جال واش باش يعني عفاني على الريح. ديجا راك تشوف مقبل هاد لو ترو اللي راكم تشوفوه كانت فيها اون سيرور مفتاح، على بلاص هذا المفتاح هذا نحلو، كان بكري نحلو بالمفتاح تاع اللوح. بسم الله. هذا الباب مصنوع بالنخيل، مصنوع بالنخيل، وفيه باش ما يتكسرش داروا له ان جوان بوتشامو، وحديد هذا بكري كان حديد محلي. الاحداث هذو اللي كان يصير على جال السكن، على جال ارض، قطعه ارض يديها واحد بدون عقد، وكيجي السيد هذا كيقول له هذه تاعي ولا هكا، كيقول له انا راني بنيت انت دبر راسك. هذا هي. ومن بعد تنوض فتن بيناتهم. كان داير عندنا حزام يعني بين الليسي هذا اللي راك تشوفوه، الليسي كان فيه بعض الناس سي دي نوماد يتحركوا، كانوا يبنوا ايزون بروفيتي مثلا ديال الوا كيخرجوا، قال الارض اللي من يخدموها ولا البنيان مثلا غير تبنيها راه ليك بعد. بهذيك داروا هذاك الفكره، فاقوا بهم يقولوا اودي راك تبني في الارض تاعي، فهمتلي؟ من بعد يقولوا ما دخلكش، هذيك كلمه ما دخلكش تنوض على بالك. اي واحد تصير ما عالميا، واحد مع يتسمى اكس مع اكس تنوض بيناتهم، تنوض من بعد يجي هذاك فاني ديال الغيره والاخر ديال الغيره، من بعد تولي في حاجه اخرى. المذهب الإباضي هو أحد المذاهب المهمة بالنسبة لبني ميزاب، التي أتى بها علماء من البصرة نحو شمال إفريقيا. وبعد سقوط الدولة الرسومية فضل الميزابيون حتى الرحال بمنطقة غرداية، وكان لهذا الاختيار دلالات تتعلق بالموقع الحصين لها، وأيضا لأنها منطقة تجارية بامتياز.
قضية المذهب، مذهب الميزابيين هو المذهب الإباضي الذي هو مدرسة من المدارس الإسلامية عامة، وهذه المدرسة هي أول مدرسة التي أنشأت بعد قضية التحكيم التي وقعت في أيام الإمام علي. أنشئت بعد هذا الزمان، معناه أول مدرسة أنشئت في الدولة الأموية، وأتى بعدها المدارس الأخرى مثل مدرسة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وأخيرا الإمام أحمد بن حنبل. وهذه المدرسة أتت عن طريق مجموعة علماء أتوا من المشرق، وهذه المجموعة أكثرها ذهبت من شمال إفريقيا بعد ما وقع اضطهادات كثيرة من الولاة الذين كانوا متبعين إلى المشرق، وذهب كثير من شباب شمال إفريقيا وأكثرهم بربر ذهبوا إلى المشرق ودرسوا هنالك في البصرة، وأتوا بهذه المدرسة إلى منطقة شمال إفريقيا. ويحرص الميزابيون على ترسيخ أسس المذهب الإباضي منذ الصغر لأولادهم، فلا تنفك العائلات الميزابية في إرسال أولادها إلى مدرسة قرآنية. فهنا بقصر بنورة، وهو أحد أقدم القصور بغرداية، اقتربنا من هذه المدرسة القرآنية التي أنشئت بمساعدة سكانها. مدرسة تابات هذه قرآنية، اسم قرآنية هذا هو يعني اللي وجهها بعد مدرسة قرآنية، بمعنى بتعبيرنا مدرسة حرة، ليست مدرسة تابعة للمدارس، يعني ليست تابعة لوزارة التربية، وإنما تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. هذا أولا. وهذه المدرسة تأسست من 1945 كمدرسة يعني بهياكلها ويعني بتنظيمها، وإنما كانت من قبل على شكل كتاب ومحضرة يعلموا فيها الكبار قرآن والسنة هكذا شوية يعني خفيفة يعني بزاف. ومن بعد تطورت من 45 بدأت تتطور، وداروا لها يعني بدأت تطور، داروا لها يعني تنظيمات، وزادوا فيها المواد الفقه والعقيدة مثلا وجانب الشرعي، خاصة الجانب الشرعي، وزائد اللغة العربية، خاطش هذه هي اللي تخدم بها كما يقولوها مفتاح العلوم. وللمجتمع الميزابي خصوصية في تركيبته الاجتماعية التي لا تزال تخضع لحد الساعة إلى نظام العزابة أو العشيرة. وأعلى مجلس في بني ميزاب هو مجلس عم السعيد الذي يعد المرجع المهم بالنسبة لهم. حلقة العزابة نشأت، أو أول مؤسس لها هو الإمام أبو عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي، هو أصله من جبل نفوسة بليبيا، وأسس أول حلقة بودريغ ما يسمى اليوم، وهو مدفون هذا الشيخ ببلدة عمر بتقورت. إذن أسس حلقة العزابة سنة 409 للهجرة، وهدفه هو تأسيس حلقات علم، لأن كل مجتمع بدون علم وبدون تربية لا يرقى إلى أو لا يتحصل على أي نتيجة. ودور العزابة في كل قصر من قصور وادي ميزاب هو التكفل بالأمور الروحية الدينية، الفتوى، الوعظ والإرشاد، وكذلك ما هو اجتماعي وهو تنظيم أو الإشراف على الأعراس والمناسبات الدينية خاصة. ولاية غرداية المنطقة التي تبحث مرارا عن النهوض وتحقيق تنمية تليق بالمكان الاستراتيجي بها وبما تحويه من ثروات، غير أن وتيرة التطور فيها لا تزال تسير بخطوات سلحفاة. فمشكلة البطالة، السكن، كلها أثرت عليها، وكانت الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بعدما تحرك واد ميزاب وخرج من سباته ليحول المنطقة
إلى مأساة حقيقية. كما أن التعايش بين الميزابيين والمالكيين في كثير من الأحيان عرف هزات ارتدادية كان قد يرتفع مداها لتصبح تسونامي يهدد منطقة آمنة حققت التوافق لسنوات طويلة. وعلى مد هذه السنوات الأخيرة شهدت غردايا مظاهرات وخلافات ومواجهات بين سكان المنطقة أرجعها البعض إلى خلافات على أسس مذهبية، لكن البعض الآخر يراها أنها مجرد أياد خارجية تريد صب الزيت على النار. وهنا جعلنا نبحث عن الحقيقة بالعودة إلى هذه الأحداث وما خلفته من خسائر بشرية وأخرى مادية. وتوالت الأحداث في غردايا بدءا بأحداث بريان في الثاني عام 2008 وأسفرت عن سقوط 10 أشخاص وتخريب محلات وشاحنات قبل أن تتدخل قوات الأمن، ليتكرر السيناريو بعدها في 19 مارس عام 2009 وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى، بالإضافة إلى هجرة العديد من الأسر خوفا من الوضع المتأزم. وتم بعدها توقيع اتفاقية بين أعيان المنطقة من الإباضيين والمالكيين في 31 مارس عام 2009 من أجل إيجاد مخرج للوضع الحالي، لكن هذه الاتفاقية فشلت بعد 15 يوما لتتجدد الاشتباكات مرة أخرى حتى تتدخل قوات الأمن لرأب الصدع بين المتخاصمين. وأخيرا كانت أحداث غردايا في 26 أبريل عام 2012 بعد نشوب خلاف على قطعة أرض سقط فيها جرحى. وهنا يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات عن من يقف وراء هذه الصدامات والمواجهات. هل هي لديها علاقة بالصراعات المذهبية أم أن هناك أطراف خارجية تلعب على الوتر المذهبي؟ جميع الحلول وقعت من السلطة، من وزارة الداخلية، من جميع الناس، من الولاية، من الدائرة، كلهم أتوا بحلول. في آخر المطاف أنه الأعيان المنطقة، أعيان الإباضية وأعيان المالكية هم الذين لقوا الحل الأنجح، لأنهم هم المتساكنين، هم الأصليين في الوطن. ولهذا في آخر المطاف أنه الحل الذي هو أبرم في آخر المطاف بين أعيان بريان بين أعيان بريان هو الذي أتى بإثماره إلى الآن الحمد لله. ولحظة إعدادنا لهذا الروبورتاج والذي كان يتطرق إلى التعايش في غردايا، فجأة تجددت اشتباكات بين الميزابيين والمالكيين بحي ثنية الحد بسبب خلاف حول قطعة أرض. ليلة كانت طويلة لسكان المنطقة الذين باتوا مروعين لأحداث استدعت دخول مصالح الأمن، لكن متأخرين نوعا ما. في الصباح تقصينا المكان، ذهبنا إلى سوق غردايا الذي كان يعرف حركة كبيرة، لكن بعد الحادث وجدنا المحلات مغلقة بالكامل بعد لجوء جهات غير معلومة إلى نهب وحرق بعض المحلات، ما جعل البعض ينقل بضاعته إلى مكان آمن، وبقي السكان في وضع لا يحسدون عليه. بيت البارح أنا والله مرقنا البارح اللي كان المرض اللي عنده كان اللي ندي جلال عروسيرها راسا نعتبر الآخر ما نكرك حل هذه ولا باطلك حل اللي مديرين. احنا كتجار تاع غردايا ما راناش راضيين بالشيء اللي راه يصرى. الشريرين راهم يديروا طوايش، وحنايا مالي الحانوت رانا نخلصوا. معولين البارح يفرصونا البيبان، دروك رانا جبنا الحداد، رانا درنا رانا سودينا كاع البيبان من الداخل ومن برا، والله يجيب الخير. إضراب التجار مطالبين مصالح الأمن بتأمينهم، الأمر الذي دفعنا إلى التحدث مع الناطق الرسمي باسم التجار مدينة غردايا. بعد الأحداث التي جرت في غردايا من التعدي ومن حرق المحلات التجارية، قرر الاتحاد التجار بإضراب عام لكشف المجرمين
على هذه التصرفات المشينة. يتأثر الحركة التجارية، يعني كان سوق غرداية ناشط وكلش، قلة لا أمن في جميع الجوانب بمدينة غرداية. قرر المكتب البلدي اتحاد التجار بغلق المحلات لضمان أمنهم. جريدة الواحة، وهي أقدم جريدة في الجنوب الجزائري، تابع مديرها على مر الأحداث التي شهدتها مدينة غرداية المواجهات التي حدثت، والتي يراها أنها لا تحمل طابعا مذهبيا وطائفيا بقدر ما هي راجعة إلى الفساد الذي ينخر المنطقة. خلفية الصراع احنا درنا آخر مقال درناه، نعطيك مثال كعنوان: من حرق أرشيف خزينة الولاية إلى حرق المحلات التجارية. يعني كاين قضايا فساد، كاين ملفات فساد. الجهة اللي متورطة في تلك الملفات فساد تريد أن تثير الصراع بين الناس لكي تتخفى، لينشغل الناس بالصراع وتطوى ملفات الفساد. تقريبا نفس السيناريو، يعني تقريبا نفس السيناريو ونفس العناصر ونفس اللوبي. هذا لوبي الفساد، ولوبي الفساد أخطره هو سوق المخدرات، لأن أحداث بريان تم التخطيط من أجل إبعاد والي وضع خطة لتصفية شبكة المخدرات بالمعطيات، 10 قناطير و6 قناطير ونص، وحضرنا حتى مجلس أمن ولائي وين أعطى تعليمات وكذا. كانت الجريمة تصاعدت من أجل المخدرات. سكروا له الطريق، يعني غلقوا الطريق عشان إبعاد هذا المسؤول. كتبناها ونقولها بكل صراحة: تم تأسيس صحيفة خاصة من أجل تنفيذ مشروع فتنة بريان في أول نوفمبر 2007. وأول مقال نشر في هذه الصحيفة أخذ مقالي من الانترنت، موضوع رئيسي في جريدة وأنا ما عندي علاقة بالجريدة. يوم كشفت هذا الخلل الموجود اللي تناقض مع المهنة، تم إبعاد رئيس التحرير بعد 24 ساعة، وتم إخفاء الأرشيف تاع 3 أشهر ولا 4 أشهر الأولى تاع الأحداث، لأن اللي يرجع الأرشيف يكتشف أن هناك تدقيق في إثارة النزاعات من أجل تنفيذ مشروع الفتنة لحماية مسؤول نافذ. التعايش موجود، ولكن العامل الذي ممكن يهدد هذا التعايش هو تصاعد قضايا الفساد. توجهنا إلى مدينة القرارة، ليس بعيدا عن مدينة غرداية. هنا المدينة تبحث وتريد تجسيد معنى التعايش وتنبذ لغة التنافر والتناحر بين سكان المنطقة الواحدة. معهد الحياة، معهد من المعالم التي يفتخر بها سكان القرارة، يعود إنشاؤه إلى عام 1925. أسسه الشيخ بيوض، أحد رواد المذهب الإباضي وواحد من المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. له مساهمات كبيرة في جهود الوحدة ومحاربة الفرقة التي كانت تعرفها المنطقة. والتقينا بابنه الأكبر علي بيوض، وعاد بأذهاننا إلى الوراء. أما عن الدور الشيخ بيوض في هذا الوطن في الحركة الإصلاحية، في الشيخ بيوض في بداية القرن أنشأ حركة إصلاحية. طبيعة الحال الإصلاح كان من مشايخه من قبل، ولكن برزت هذه الحركة الإصلاحية في العشرينيات، فهو من أولى المؤسسين لجمعية علماء المسلمين، بل هو عضو مؤسس في المكتب التأسيسي. فكل أنشطة جمعية علماء المسلمين من لدن الشيخ المرحوم الشيخ عبد الحميد المماديس إلى وفاة الشيخ بيوض كانت دائما معه، وكانت اتصالات كبيرة مع الشيخ عبد الحميد، وخاصة مع الشيخ البشير الإبراهيمي. أنا بالنسبة لهذه الصدامات فهي صدامات مفتعلة على مصلحية لبعض الناس، صراعات مصلحية، إما عن بعض الناس عندهم أغراض يديروها، وإلا صراحة أنا جاري وجارك أنا ناخذ القطعة هذه تاع الأرض أنت ما تاخذش هذا، يعني صراعات مصلحية مادية آنية. أما أن تكون هناك صراعات عقائدية وإلمنية وإلا دينية، فهذا نؤكده 1000% أنه لا أثر.
أثر العالم الشيخ بيوض يظهر جليا بحيث توسع معهد الحياة لينتقل إلى هذا المكان بالقرارة نظرا للعدد المتزايد للطلاب الذين يقصدونه من كل مكان وحتى من خارج الجزائر من دول إسلامية وعربية. جئت من زنجبار عن منطقتي في جزيرة الخضراء، وجئت للجزائر للتعليم يعني ما زلت أنا في قسم التحضيري سنتين، وبعد سنتين سوف ألتحق بمعهد إن شاء الله. فيه بزاف عفايس ما تخلي الانسان يديبلاسي قال من الشام للشرق غرب يجي لهنا القراره باش يقرا بشكل عادي نورمال، مذهب مالكي ولا اباضي اسمه كاع دين واحد قرايه واحده، عندك برك اختلافات برك هذا واش كاين، كل مذهب واختلافه كما يقولوا. بديت هذا العام سواصل الدراسه الى الاستضافه ان شاء الله. وعلى المدارس التي موجودة في البلد في إنجاز مبنى جديد لمعهد الحياة وداخلية الحياة يكون أوسع وأليق لمسايرة التطور العلمي المعاصر. وقد طبعا دشنا يوم 29 و30 أبريل أي وأوائل ماي 2009 يعني بالنسبة للمعهد الجديد، وتدرس طبعا المواد الشرعية والمواد التي تدرس كذلك في المؤسسات التعليمية الأخرى. تستمر الحياة في غردايا وتعود صورة التعايش والفرح بين سكانها رغم خصوصية كل طرف الذي يدعو الآخر إلى ضرورة احترامه وعدم تجاوز خطوط حمراء. فهذا الزواج الجماعي صورة راسخة من عادات المزابيين يعمدون إلى جمع الألفة ويكون بالتعاون مع جميع السكان، فالمذاهب والعادات لم تكن يوما عائقا في سبيل استمرار الحياة والحضارة. يعني الصراعات التعايش موجود ولكن مصلحية مادية آنية. العامل الذي ممكن يهدد هذا هو تصاعد قضايا الفساد. وتبقى هذه الابتسامة من منطقة طيبة تزيح الغموض وتؤسس لغد أفضل يبنى على المحبة والتواصل رغم الاختلاف فهو سنة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نستضيف معنا معد هذا الروبورتاج حسين بوصالح. أهلا بك حسين. أهلا بك رسيلة. حسين، أول سؤال يتبادر للأذهان، كيف وجدت المجتمع الغرداوي؟ حدثنا عن خصوصية هذا المجتمع. ربما أن الزائر إلى مدينة غردايا قد يلحظ العديد من العادات والتقاليد ومن التركيبة الاجتماعية المتنوعة والمتجانسة في الوقت نفسه. ربما نحن كانت لدينا فرص في زيارة ولايات أخرى، لكن غردايا لديها ميزة وخاصة تجعلنا ربما من أزقتها، من أسواقها المتميزة، من كرم سكانها، وهي ربما لو استغلت وكانت فيها تنمية بمعنى الكلمة ربما تكون قطب سياحي بامتياز، وهذا دون مجاملة، لأنه هي الآن ربما تجعل غردايا مدينة متميزة محبوبة ومعشوقة لقلوب كل زائر لها. طيب حسين، نتحدث عن الخلافات الموجودة والتي تشهدها ولاية غردايا. الصحافة اختلفت في استعمال العبارة، هناك من يقول فتنة طائفية، هناك من يقول فتنة مذهبية، هناك من رجح فرضية المؤامرة، عودة الأقدام السوداء أو مؤامرة خارجية لضرب وزعزعة المنطقة. برأيك ما هي خلفية هذا الصراع؟ هل هو فعلا صراع مذهبي ديني أم هي مجرد خلافات يمكن أن تحدث في أي ولاية أخرى من الوطن؟ نعم، في الحقيقة في موضوع غردايا والذي قمنا باختياره حول التطرق إلى المذهب الإباضي، اختيارنا للمذهب الإباضي أو التعريف به لأنه المذهب المالكي معروفا تقريبا في جميع الدول العربية وحتى الجزائر، نسبة كبيرة من الجزائريين يتبعون المذهب المالكي، لكن المذهب الإباضي ظل مذهبا مغيبا، مذهبا غير معروف لدى الكثير من الجزائريين، ولهذا فكرت في أن أتطرق إلى هذا الروبورتاج بفصول عديدة ومتنوعة. ترددت أحيانا وربما
لحساسية الموضوع وتخوف بعض الجهات من التطرق لهذا الموضوع، لكن لما لا؟ هو الموضوع موجود ولما لا يمكن أن نتطرق إليه. ولهذا عرجت عن تعريف المذهب الإباضي، أصول هذا المذهب، أين امتداد. فهل هناك فعلا، أنا اتصلت بأعيان منطقة غرداية وقرأت كتب إباضية وتعمقت فيها على الأقل من أجل معرفة وتقصي هل هناك فعلا خلافات عقائدية تجعل الصراع، فوجدنا أنه لا توجد هناك خلافات عقائدية وإنما توجد خلافات فقهية، وهذا بشهادة العلماء المالكيين وعلماء الإباضيين. والدليل على هذا شهادات من علماء كان هناك ربما تواصل فيما بينهم. المشكلة الآن في بالضبط في ملف غرداية والذي يثار تقريبا كل سنة في 2008 2009 في 85، فربما أصبح تقليدا في غرداية ويجعل تدخل السلطات التي تخشى من هذا الملف كثيرا، ولولا تدخل الأعيان المنطقة في كثير من الأحيان للدعوة إلى التعقل ورأب الصدع بين الطرفين، لولا كانت هناك ربما فتنة، ربما أزمة حقيقية. هناك بعض الجهات واقتربنا واكتشفنا أنه هناك بعض الجهات تسعى اللعب على هذا العنصر الديني، ولهذا يمكن القول أن ملف غرداية أو ملف ما يحدث في غرداية هو ملف ربما فيه نوع من مفتعل نوعا ما. لهذا أنه وقفنا وتدرجنا من خلال هذا الريبورتاج. أنا في البداية لم أريد أن أدخل مباشرة في أحداث بريان 2008 حتى نوصف بالتهويل أو غير ذلك مثل ما تعمد إليه بعض الصحافة، وإنما تدرجنا في معرفة خصوصية المذهب الإباضي دون المذهب المالكي كما قلنا، لأن المذهب المالكي معروف تقريبا. طيب حسين، بعيدا أنت قلت أن لا يوجد نزاع مذهبي، هل يمكن القول أن هناك أطراف تحاول استغلال التركيبة البشرية لهذا المجتمع لحسابات أو لتحقيق حسابات سياسية؟ بالفعل أريد أن أعود إلى خصوصية المذهبين. المذهبين لديهم عادات وتقاليد لا يمكن تجاوزهما، بمعنى أن الميزابيون لديهم عادات وتقاليد هذه معروفة فيما يتعلق بطريقة الزواج والتناسب إلى غير ذلك، فهم يقولون لدينا عادات لا بد أن تحترم، وأن التعايش يمكن أن يسري وفق احترام العادات والتقاليد السارية في بني ميزاب التي تعرف بقصورها وبجدرانها وببوابة واحدة وأنه إلى غير ذلك. فبعض الأطراف الخارجية في المنطقة، ومنطقة غرداية تعرف منطقة تجارية، منطقة عبور لكثير من الزوار من خارج غرداية والذين استقروا بها لحد الآن. أيضا أن غرداية ربما تعتبر منطقة بترولية ومنطقة فيها منشآت صناعية لشركات أجنبية، فيحاولون في كل مرة على الأقل تزييف الحقيقة وتلفيق. أنا مثلا مؤخرا وأنا موجود في غرداية وأنا أقوم، هذه شهادة لله، وأنا أقوم بإعداد ريبورتاج حول هذا الموضوع، نشبت خلافات وقيل لنا وقتها أنها خلافات بين مذهبيين ومالكيين. فلدى وجودنا في الشارع لاحظنا أن هناك صراعات بين شباب لا يتجاوز سنهم 18 سنة. فهل يعقل أن شاب طائش سواء كان من الإباضيين أو المالكيين فيخرج إلى الشارع ويقوم بالحرب نجعلها في صيغة مذهبية وربما نقحم الكبار في لعبة الصغار؟ طيب فهذه نقطة لمسناها ونحن عن قرب. أنت عادت المواجهات لحظة إعدادك لهذا الروبورتاج، كيف تعاملت مصالح الأمن مع هذه الأحداث الأخيرة؟ أولا هناك خط أحمر في غرداية فيما يتعلق بالمواجهات، لأنه في كثير من الأحيان تستبعد الصحافة نظرا للصورة السوداوية التي يقول عنها الميزابيون أو المالكيون أنها في كثير من الأحيان بعض الوسائل الإعلام، حتى لا نقول كل وسائل الإعلام، تلعب على هذا الوتر، مثل ما حدث في 2008 عندما سعت بعض الوسائل الإعلام إلى تهويل ووصف مثلا هناك بعض الجرائد في 2008، وأنا اطلعت على الأرشيف ولم أريد نشر هذه الجرائد حتى لا تكون هناك دعاية مضادة لوسائل الإعلام على أخرى. جريدة تفتتح في صفحتها الأولى وتقول فتنة كبيرة تحدث أو فتنة مذهبية تحدث في غرداية. هذا العنوان في حد ذاته وكأنه يرجع أسباب الخلاف إلى المذهب، وهذا ما لم نجده نحن في الحقيقة. الشرطة، أنا لاحظت أن الشرطة في أحداث الأخيرة التي كنت في صدد إعداد هذا الريبورتاج أنها تأخرت كثيرا. مثل الأحداث التي أنا موجود هناك، الأحداث نشبت في حدود الساعة 5 أو 6، فتدخل عناصر الأمن كان في حدود الساعة 10، ربما حتى احتدم الصراع إلى غير ذلك. لا أدري، ممكن هناك تعليمة بعدم الدخول
الدخول في عراك لكي لا نتحمل كثيرا على زملائنا الصحفيين. ربما هم عندما كانوا يعدون لتقارير ربما وجدوا أناس يتحدثون عن وجود نزاع طائفي. شكرا جزيلا لك حسين، شكرا على كل هذه التوضيحات. من الجزائر إلى تونس. تونس ربيع لم يزهر بعد. لماذا سقطت تونس في أتون أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي؟ وهل حقيقة يعد اغتيال المعارضين شكري بالعيد ومحمد البرهمي القطرة التي أفاضت كأس الثقة بين المعارضة وبين حركة النهضة الحاكمة؟ ولماذا تعجل المعارضة حل الحكومة؟ وهل فعلا حل الحكومة هو نهاية الأزمة؟ كل هذه الأسئلة يجيبنا عنها عبد القادر خربوش في هذا التحقيق وفي رحلته الثانية إلى تونس. تابعوا معنا. Chokri Belaid was killed in February. Both men were part of the same opposition coalition. سعيد يتصالح مع نفسه ويتصالح مع الشعب ويتصالح مع الشارع. مشكلة كبيرة عند الحكومة وعند حركة الحزب النهضة الحاكم. Brahmi is the second secular opposition politician to be assassinated this year. متعدي الراجل قال اسمع ضرب كرتوش يدوري جاركم قتلوه خرج حفينا نجري. لم تنتهي الأزمة في تونس وما زالت هذه الأسلاك الشائكة تشوه منظر شارع الحبيب بورقيبة. الإرهاب، الاغتيال السياسي، وانهيار في الاقتصاد وعوامل أخرى جعلت من تونس الجديدة تعيش على فوهة بركان نائم قد ينفجر ويفجر معه الثورة من جديد. بالكاد صدق العالم نجاح أول ثورة ربيع عربي كانت أنموذجا في الإرادة الشعبية ضد الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة، لكن ذلك لم يدم طويلا حتى بدأت الأحداث تتسارع لتدخل البلاد من جديد في أزمة ظاهرها اغتيال وإرهاب وباطنها مساع خفية لتحقيق أهداف سياسية لمح الكثير من المراقبين بشأنها إلى وجود أيد لفلول نظام بن علي في إشعال نار الفتنة من جديد. البداية البارزة كانت باغتيال أحد أبرز وجوه المعارضة اليسارية، الأمين العام لحركة الديمقراطيين الموحد شكري بالعيد في 6 فبراير 2013. كان وقع الخبر على التونسيين كالصاعقة إذ خرجوا في جنازة مهيبة تلتها مظاهرات حاشدة دفعت بحكومة حماد الجبالي حينها إلى الاستقالة، ما عجل بدخول البلاد في أزمة سياسية حادة كانت تأثيراتها سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي لتونس. المؤكد أن أوضاع بلد بعد الثورة فيه كثير من التقلبات، بالإضافة إلى المشكلات التي ورثناها عن النظام السابق. كل هذا بالتأكيد يجعل الأوضاع في المراحل الانتقالية ككل بلد مر بمرحلة مشابهة فيه مشكلات، فيه انفلاتات. نحن مررنا بشيء من تضخم بعض المشكلات عندما دخل عامل جديد للأسف، وهو عامل الإرهاب والاغتيال السياسي الذي حصل. هذا أعطى أبعاد جديدة للمشكلات، مما جعلنا اليوم نقول، وهذه حقيقة، أننا في أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة أمنية، بحيث الأوضاع صعبة
ولابد أن نخرج من الأزمة هذه، والوضع ما عادش يترقب كثير. لابد أن نهتدي إلى حل هذه الأزمة وإلى الخروج منها بكيفية أو بأخرى. قعدوا 6 أشهر وما وصلوش إلى النتيجة. يعني هذا يظهر أن الحكومة مش في المستوى، أو ما نفهموهاش بالتواطي. على كل حال ثم تراخي، ثم جاء الاغتيال الثاني، وهذوما ما احنا في تقاليدنا في تونس ما عندناش الاغتيالات السياسية، لكن هذا دونك ولا شيء جديد، وثم شيء يعني فيه مسؤولية الناس اللي هم يسيروا في الحكم. توالت بعدها الاتهامات صوب حركة النهضة الحاكمة، واشتدت لهجة المعارضة في انتقاد الحكومة طيلة 5 أشهر. وبعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية تحديدها هوية قاتل بالعيد، فإذا بالنائب المعارض محمد البراهمي يسقط هو الآخر ليكون الضحية الثانية لمسلسل الاغتيال السياسي في تونس. اغتيل البراهمي يوم 25 من جويلية 2013 أمام بيته رميا بالرصاص وبنفس السلاح الذي قتل به شكري بالعيد. بعد 400 الفقيد قصدنا بيته، وبألم شديد عادت بنا زوجته مباركة العوني إلى ذلك اليوم المشؤوم. آخر حاجة معناها سألني على أذان الظهر، قال لي أذن الظهر ولا مازال؟ قلت له لا مازال. قال لي هاني ماشي. معناها جبد الباب الرئيسي سكره، وبعد مباشرة جبد الباب هذا، والسيارة كانت هنا بالضبط، كانت لهنا السيارة بالضبط، كان راسها يعني كانت الكراسي الأمامية للسيارة لهنا، خاطر هي كهرباء تويوتا هذيك الكات فوكات، كانت لهنا من صندوق السيارة. حل الباب، يعني أنا بمجرد ما فتح الباب سكر الباب الحديدي وراه، يعني ثواني وانطلق وابل من الرصاص. في البداية كانت رصاصات متقطعة، ما نجمش يعني لا تتجاوز 4، إما 3 ولا 4 رصاصات في البداية. وبعد أنا جيت نجري، طليت من وراء الشجرة هذه، يعني وطيت راسي هكا وطليت، لقيت باب السيارة مفتوح، وهو تأوه مرتين عمل رجعت بسرعة، لبست حاجة كيم هذه، وحتى غطاء رأسي أذكر أنه كان في يدي، إلا بعد حطيته. جيت لقيت الشهيد لهنا في مقعد وراء المقود متاع السيارة، وطايح على جنب هكا، وينزف من كل مكان، كله دم، فيه رصاصة لهنا، وهذا كله صدر وبطنه كله دم، فخذه اليسار، يعني حتى السروال تقطع من الرصاص. الرصاص هو ضربه عن قرب، لأني أنا وقت اللي خارجة شفت دراجة نارية تحت الشجرة هذيك الكبيرة، تحت الشجرة الكبيرة، كنا في الظهر، ثم دراجة نارية فيها واحد وراء المقود ينتظر، والآخر خلط عليه، اللي نفذ الجريمة خلط عليه يمشي، مشى بعض خطوات، خلط عليه غادي قدام الباب هذاك، مشى للدراجة، خاطر الدراجة تقريبا تحت جذع الشجرة، ركب وانطلقت الدراجة. كيفاش باش نتصرف معاه؟ نمشي لها نذبحها كيما ولدها ذبح راجلي، ولا نمشي لها نبكي معاه؟ فهمت؟ واستحضر زوجي الراحل، نقعد انا وياها، انا نبكي على راجلي وهي تبكي على ولدها. وقت اللي وزارة الداخلية ذكروا مجموعة من الأسماء منهم أحمد الصومالي، تأكدنا أنه هو اللي كان، هو اللي أطلق النار. هو اللي أطلق مش اللي خطط؟ لا هو اللي أطلق النار، غيره خطط. وعلى فكرة كما حكيت لك أمي، نحن ماناش طالبين أحمد الصومالي لأنه أطلق النار، هو آخر حلقة وأضعف حلقة،
ويمكن وقت اللي تكشف فهمني يمكن يلتجئوا الى قتله باش ما يعترفش. انا ما يهمنيش فيه احمد الصومالي، انا اللي يهمني في اللي يخطط وفي اللي يمول وفي اللي يدرب وفي اللي يعطى الامر. الصومالي مأجور، والصومالي مغسول، مخه مغسول، والصومالي معناها عملوا له عملية معناها فورماتاج معناها نحوا مخه، انتزعوا مخ الإنسان من الصومالي أب لطفلين راه انتزعوا مخ الإنسان وحطوا في مكان المخ هذا والقلب هذا حطوا مخ وحش وحطوا قلب وحش. أنا الصومالي هو آخر شخص، مش لأنه جاري، هو قاتل، آخر واحد يعنيني في الجريمة هذه. أنا من يعنيني اللي بعث الصومالي واللي درب الصومالي واللي درب الشباب اللي يشوفوا فيهم هذوما أساميهم في الجرايد وتتردد معناها أسمائهم في وكالات الأنباء الوطنية والعالمية. محمد براهمي تمت تصفيته واغتيل اغتيالا سياسيا صرفا لأسباب سياسية. محمد براهمي وضع إصبعه على الداء، على يعني عمالة حركة النهضة، على لا وطنيتها، على ولائها للأجنبي، على يعني تنفيذها لأجندات خارجية صرفة. هذا علاش محمد براهمي تم اغتياله. بعض الشخصيات من حركة النهضة داخل المجلس التأسيسي قالوا له إما أن تخرج حركة الشعب من الجبهة الشعبية وإلا فستنتهون. وشخصيات أنا مبدئيا أحجم عن ذكرها، هو ذكرها لي بعض مسؤولين في المجلس التأسيسي، نواب ومسؤولين كبار في حركة النهضة، قالوا له ذلك وأنا سأكشفهم وقت اللي نشوف المنحى اللي خذاه التحقيق. ليس فقط في اغتيال الشهيد البراهمي، أيضا في اغتيال المرحوم شكري بالعيد. حركة النهضة هي المستهدف، والاستهداف واضح يعني، وإلا ما هذا الاتهام الجاهز؟ ليس بالجريمة تحل المشاكل، وليس بتوظيف الجريمة تحل المشاكل. نطالب العائلة الكريمة ربي صبرهم، ربي ثبتهم، ربي أجرهم، ولكن نقول لهم احذروا أن يوظفوكم وأن يوظفوا دم المرحوم الشهيد محمد براهمي. نحن نعتبر أن الحزب الحاكم هو المسؤول سياسيا وإخلاقيا في خلق هذا المناخ من التهييج ومن التحريض ومن السياسة الخالطة ومن التغاضي عن الجماعات التكفيرية والجماعات الإرهابية التي لم يتعامل معها بالحسم المطلوب وبالحزم المطلوب. حركة النهضة هي المسؤولة معناها سياسيا وإخلاقيا عن قتل الشهيد محمد براهمي، مسؤولة إخلاقيا وسياسيا ولو لم تكن مسؤولة جنائيا. اغتيال البراهمي كان القطرة التي أفاضت الكأس، ومعها الجماهير التونسية إلى ساحة باردو منقسمين إلى فئتين، واحدة مطالبة برحيل الحكومة وحل المجلس التأسيسي الذي فقد وزنه السياسي بعد انسحاب عدد كبير من النواب منه، وفئة أخرى مؤيدة لما أسموه بالشرعية لبقاء حركة النهضة في الحكم. هذا الاغتيال جاء ليؤكد عجز حكومة حركة النهضة عن التصدي للمشاكل الأمنية التي تفاقمت في عهدها، وليس ذلك فقط لأسباب خارجة عن نطاق الحكومة، ولكن يمكن القول أن هذا العنف والإرهاب تطور بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 بنوع من الصمت الذي يلامس التواطؤ أحيانا مع مدبري هذا العنف الذين هم قريبون من الناحية الإيديولوجية من حركة النهضة. هذه الحكومة أيضا أكدت فشلها من الناحية السياسية، لأن كل الاستحقاقات التي طرحتها الثورة لم تنجز، بل أكثر من ذلك لم يقع البدء حتى في إنجازها، بل أكثر من ذلك أيضا حكومة حركة النهضة عملت ضد تلك الاستحقاقات، عملت على وضع يدها على أجهزة الدولة، على القضاء، على الأمن، على الإدارة، على الإعلام، على إدارة الشؤون الدينية، من أجل توظيف أجهزة الحكم لصالحها ولتثبيت حكمها.
أحزاب المعارضة حاولت استغلال الظرف لتعود بقوة إلى الواجهة، هكذا عبر مراقبون. أما آخرون فرأوا أن ما آلت إليه تونس يستدعي رحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مثل ما طالب بذلك الرئيس المؤقت محمد منصف المرزوقي. من نجم نبداو نحكي ولا دخلنا في مرحلة تفاوض إلا ما يقع الإعلان على استقالة هذه الحكومة. هي تقريبا الصدمة النفسية الوحيدة اللي مستعدة تبدأ ترجع الأمل وترجع الثقة للشعب التونسي. حركة النهضة اللي ماسكة اليوم بالحكم وعدت 1000 وعد في مناسبات سابقة، عملت أشواط متاع حوار وطني، وفي كل شوط تنكث العهود نتاعها وتتراجع، ولذا انعدمت الثقة. وقت اللي يتحقق وتسقط الحكومة بالمجد ولا تستقيل وتتعوض بحكومة كفاءات، وقتها يمكن نحلوا الاعتصام ونبداو نحكيو في مصير الأعمال نتاع المجلس التأسيسي. مش المجلس التأسيسي، المجلس التأسيسي ولا بد يتحل، ولكن فيه زوز مواضيع هامين اللي هو تكميل الدستور واللي ما عادش فيه معناتها ما عادش فيه عمل كبير ياسر، والانتخابات الجايه بخلقان هيئه عليا للانتخابات وكتابه قانون الانتخابات. كيف يمكن ان تسقط حكومه ببضع مئات من الناس يصرخون؟ اسقاط حكومه هذه عقليه انقلابيه، ونحن نريد للتونسيين وخاصه لمن لا يزالون متشبثين بهذه الافكار الانقلابيه ان يتخلوا عنها. نريد أن يتخلى التونسيون جميعا عن الأفكار الانقلابية ويذهبوا إلى الخيارات الشعبية، والخيار الشعبي المبني على الديمقراطية وبناء الديمقراطية. لابد أن نوصل الحل، وإلا يعني الشيء اللي وقع في مصر مناش، لأن إذا كان احنا عندنا الوضع نعرفوه الوضع متأزم ونبقاو بدون حل، وبالطبع نخلق ظروف أخرى اللي ربما يقع فيها شيء من النوع اللي وقع في بلدان أخرى. لأول مرة يجتمع اليسار واليمين الليبرالي وكل القوى السياسية لتقول بصوت واحد البلاد في أزمة وينبغي إنقاذها، وهذا الإنقاذ يمر عبر إنهاء المجلس التأسيسي والمؤسسات النابعة عنه وخاصة من الحكومة. هذه المؤسسات انتهت شرعيتها قانونا يوم 23 أكتوبر 2012، وانتهت أيضا مشروعيتها من ناحية سياسية، وذلك بنظر إلى فشلها. مطلب لطالما خرج من أجله آلاف المتظاهرين الذين نصبوا الخيام بالقرب من المجلس التأسيسي، بل واتحدت قوى المعارضة تحت راية واحدة ولأول مرة في تاريخ تونس أطلق عليها اسم جبهة الإنقاذ الوطني. أماني دويب شابة تونسية وناشطة سياسية تتابع تفاصيل الأزمة لحظة بلحظة، وتقول بأنها لا تناضل من أجل أي حزب سياسي وإنما لأجل تونس. احنا ما عندناش مشكله مع النهضه في اشخاصها، نحن عندنا مشكله مع اساليب الحكم وطريقه الحكم والبرامج اللي قاعده تقوم بها السياسيين الموجوده اليوم في سده الحكم. احنا نحبوا الشعب يكون مرتاح، والثوره نتاعنا ما تمشيش هباء، وثورتنا تنجح وتحقيق مطامح الشعب التونسي اللي تعب ومن حقه معناتها باش يعيش في جمهوريه شعبيه ديمقراطيه. كانوا الدكتور ضربونا وخان عرض صدره للكسكوس ولا وخان. انا ما خدتك يا وطني، انا ما خدتك يا تونس، وانت تعرف من هو خانك، انت تعرف من هو خانك، من هو هانك، من هو نكسلك من شانك. الحاكم سلسل الفلاح والخدامة لما رقم السبعة ويقولوا لك ولدك خان.
أنا اليوم نحب نرى بلادي اللي هي بالعلم نتاعها الأحمر والأبيض اللي فيه النجمة والهلال، نحبها تكون لاباس هكاك كيما عرفناها. ما نحبوش السواد يحوم على تونس، ما نحبوش الدم معناتها يحوم على تونس. الأحمر اللي في العلم هو معناتها لون الثورة ولون الدم صحيح ولون الشهداء، ولكن ما نحبوش يمشي دون وجه حق. في تلك الأيام كانت مبادرات التسوية قائمة، إذ بدأت جلسات المفاوضات تتوالى بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أرباب العمل، أو كما أطلق عليها بالمنظمات الراعية للحوار الوطني. فمرة تجتمع بالمعارضة وأخرى بممثلي حكومة الترويكا. يوما المعارضة تقترح والترويكا ترفض، ويوما آخر العكس. دام المشهد على ذلك الحال طيلة أسبوع دون ما التوصل إلى حل توافقي. طال الانتظار واندثرت مقترحات التسوية، لكن المعارضة أعادت كرة الاحتجاج إلى الميدان من جديد بعد فشل أسبوع الرحيل الذي سبق المفاوضات في إقالة الحكومة، كما فشلت مساعي من أراد تكرار السيناريو المصري في تونس. بفرض استقالة حكومة الفشل. ونحن لن تؤثر فينا المناورات وسياسات ربح الوقت والترويج للقبول ولمفاوضات لم تبدأ في رأينا. الحالة الاقتصادية في تونس وعكس ما كان ينتظر، وهذا بشهادة الخدام العامل والعرف والتاجر، بشهادة الجميع وبشهادة أيضا المؤسسات الدولية. تونس مهددة بالإفلاس. تركات الأزمة السياسية في تونس ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي، فالمواطن اليوم وجد نفسه عاجزا أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي شرعت الحكومة مؤخرا في تطبيق آليات لتوجيه الدعم المالي لهذه المواد. إنها سياسة التقشف كخطوة تعد الأولى من نوعها منذ إسقاط بنظام بن علي، بعد أن دق ناقوس الخطر بشأن التدهور الكبير الذي يعرفه الاقتصاد التونسي. قاعدة العرض والطلب هنا داخل الأسواق انقلبت، لأن ارتفاع الأسعار أنهك المواطن التونسي. والخضره غاليه. نحب نبيع حاجه غاليه تو نشريها رخيصه، مش نبيعها انا ب 4000. هذه مشرين ب 3500 نبيع فيها انا ب 4000، معناها 500 فرنك. انا جيعان في كل شيء صدقني، باش نتلز نسرق، باش نتلز كذا، باش نتلز برشا حاجات. نحب نرضي ربي، انا كبير. ثم فئه من الشعب ما يحبش يخدم جنبي، ثم ناس تخدم ضحيه، تخدم ليل ونهار خاطر تولد على الحاله هذيك. ملي تولد يلقى ابوه يخدم واخوه يخدم وابوه يخدم، هو يخدم على روحه ويرضى باللي يجي. نبيل العيادي وزوجته كوثر يبدوان أكثر حظاً نظراً للراتب الذي يتقاضيانه، لكن حالهما لا ينطبق على الكثير من التونسيين. ناخذ تفاحة هذاك مش هذاك باهي. لي سالير ils n'ont pas bougé énormément، فهمت، سورتو في البريفي، والاسوام خذاو 30% فاسيلمون، فهمت. دونك المواطن المتوسط il souffre énormément. في تونس pas moins de 800-900 dinars, ça c'est un minimum. En moyenne 450 500. بون هذا نحكي لك الطبقه النورمال، لو سالير مويان، فهمت. مي فما طبقه اللي ياخذوا حتى 3000 4000 راهو، فهمت، اللي هي اقليه. دونك توا تونس تقسمت en plusieurs
tranches. فما les super pauvres, فما les pauvres, فما la couche moyenne اللي هي أغلبية الناس. Bien sûr فما les super riches اللي ما يحسوش جملة la différence de prix. خاطر تشوف les restaurants, تشوف les endroits chics الكلهم ديما معبين. تدهور الوضع الأمني في تونس زاد من حدة الأزمة، فالهجمات المسلحة التي تشنها جماعات إسلامية يرجح انتماؤها إلى حركة أنصار الشريعة أربكت الجيش التونسي، ما دفع بوزارة الداخلية إلى إعلان الحرب على هذه الحركة وتصنيفها تنظيما إرهابيا مواليا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، مستدلة بوثائق وبيانات تثبت ذلك. تصنيف التنظيم المذكور كتنظيم إرهابي يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط له وتجريم أي انتماء إليه ناهيك عن تمويله أو مد يد المساعدة لعناصره بأي شكل من الأشكال. النداء الرابع أسوقه وأرفعه للمنتسبين لمسمى بأنصار الشريعة الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء ولم يقارفوا أعمالا مادية مجرمة تجاه التونسيين حتى يتنكبوا الانتساب لذلكم التنظيم ويتبرأوا منه ويمسكوا عن النشاط تحت سقفه، فالمساجد مفتوحة وحرية التعبير مكفولة للجميع. هذا التصنيف أبان عن العدو المباشر لقوات الأمن التونسية، لكنه حسب حقوقيين غير مؤسس، خاصة عندما حذرت الداخلية كل من يبدي تعاطفا مع تيار أنصار الشريعة، وهو ما لم يستسغه المحامي أنور أولاد علي الذي يدافع عن عدد من قادة هذا التيار، منتقدا نصوص قانون الإرهاب المطبق في تونس. هذا الفصل 22 من قانون الإرهاب ماذا يقول؟ يجرم ب5 سنوات سجنا كل من لم يشعر السلط بما أمكنه الاطلاع عليه من جرائم إرهابية. أنت كصحفي أيضا لما تحاور شخص مثلا من أنصار الشريعة اليوم الذين صنفوا كتنظيم إرهابي وتعلم وتحاور ذلك الشخص ويقر أنه من تنظيم أنصار الشريعة ولا تعلم، تصبح تحت طائلة قانون الإرهاب، وهذا خطير جدا. قانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بماذا؟ المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب. يعني دعم المجهود الدولي أي دعم المجهود الأمريكي لمكافحة الإرهاب، ولذلك جاء فضفاضا. وتجد أن الفصل 4 مثلا الذي يعرف جريمة الإرهاب في هذا القانون هو غامض بشكل غريب، بل إنه فضفاض، يعني يمكن أن يشمل هذا التعريف أي شخص مهما كان لونه ومهما كانت عقيدته وانتمائه ومهما كانت الأفعال التي جاء بها، يعني يحاسب حتى على الأفكار، لا يحاسب على الأعمال المادية فقط. في حي التضامن أين يتواجد عدد كبير من أتباع حركة أنصار الشريعة المحظورة، لا تزال بعض مظاهر التدين بادية عليهم، لكن لا يبدو أنها ستطول بعد تحذيرات الأمن من مغبة كل من يبدي انتماءه أو تعاطفه مع هذا التيار. اللي يحب يصنف الناس هذوما ارهابيين ويحب يصنفهم فهمت يعني يعملوا كذا واحد، ولو انهم هم ما فماش جمله فهمت، يعني احنا بلاد مسلمه فهمتني، خاصه تونس يعني 98% مسلمين، مش العمليه فهمتني في اللباس وكذا فهمتني، تلقاه حتى فهمتني على معاصي وكذا ولكن مسلم هو فهمتني، يعني انت كي تجي يعني تصنفك صنفت الكل يعني تصنف يعني كل شيء يعني الانواع الكل ومتعايشين ولبس علينا. هذيك الكل بروباغاند بوليتيك يعملوا فيها اللي خدمة مصالح أخرى عايشهم، الكل وفايقين وكنا نعرفوا ولابس علينا، كنا خدامنا وناكلوا في بعضنا كما أنا متوفى كما ذاك خدام كنا لابس عليه، الكل بروباغاند باش البلاد تبرك مصالح أخرى، كنا فايقين كل مثقف كل مش مثقف، توانسة فماش متكامل نرى. كل الناس كلها عاملة الحي توا، قبل كنا ندخل على الحبس، تو الناس كلها ولات تعمل الحي، فهمت لي؟ ماشي كلهم سلفيين وسلفيين والسلفيين طيبين. شفتوا السيد هذاك والله من احسن البشريه، تعرفوا الناس كلها، لكن واحد يقول لك هذايا راهو فيه ان بوان معناها خايب، راهي كلها خايبه. سني انا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبع السنه. بالنسبه حتى هذا ما عادش دعم حتى كلب، لا نهضه ولا حكومه ولا شيء، وبالنسبه لانصار الشريعه ما عندهم شيء مساك. وشنو عندهم؟ عبد قال لك لا اله الا الله، تعب تقتلوا بالسيف انت، ما عندهم شيء، لا عندهم لا يدوروا مساك، يبكي على الاخرين الخراب الاخر اللي تحتهم والدنيا مشيت هردوه.
هذاك هو يا ولدي. تهديدات الجماعات المسلحة في تونس أخلطت أوراق اللعبة السياسية، وبذلك أربكت الحكومة الائتلافية التي وجدت حالها أمام تحديات أكبر بكثير مما كانت تتوقعه. فبعد ضغط المعارضة عليها بالرحيل، أعلن رئيس الوزراء علي العريض استعداد حكومته للاستقالة خلال أسابيع 3، كما أكد أن بلاده هزمت ما أسماه بالإرهاب بعد نجاحها في تفكيك جماعة أنصار الشريعة المحظورة والقضاء على عدد من عناصرها. كانت أحدثها المواجهات التي استمرت 3 أيام في بلدة قبلاط شمال غرب البلاد، والتي أسفرت عن سقوط 13 عنصرا من المسلحين المرابطين في الجبال. الضربات التي يتلقاها الجيش التونسي من حين لآخر جعلته بعيدا عن الصراع السياسي الدائر في البلاد. ألوان الطيف السياسي أجمعت على أنه خط أحمر، ومحاولات البعض إقحامه في اللعبة السياسية لم تنجح، فقيادات الجيش اختارت النأي بنفسها على الخوض في الأمور السياسية حتى الآن، حيث ما تحسوش روحكم وحدكم، ما تحسوش روحكم متروكين، وما تحسوش روحكم تعملوا في عمل عبثي كذا. بالعكس، قاعدين تعملوا في عمل بالغ الأهمية، بالغ الخطورة، في الظرف الحساس، وتعملوا فيه باسم ومن أجل 10 ملايين تاع التوانسة، ولهذا بارك الله فيكم. هنا خاب ظن من كان يبحث عن سيسي آخر في نسخة تونسية، لأن مفاتيح الحل في تونس لم تكن يوما مشابهة لتلك التي في مصر أو غيرها من الدول العربية الثائرة، فهي مهد ربيعها يوم أراد الشعب الحياة، فما كان للقدر إلا أن استجاب لذلك. بعروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن، فلا عاش في تونس من خانه. الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر. لا سبيل للدكتاتورية في تونس. تونس حية برجالها وبنساها، تونس حية ما ماتتش. بالروح والدم نفديك يا تونس، بالروح والدم نفديك يا شعب. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نستضيف في الاستوديو عبد القادر خربوش معد هذا الروبورتاج. عبد القادر، لماذا اخترت تونس مرة ثانية؟ أنت كنت قد أنجزت روبورتاج حول السلفيين أو التيار السلفي في تونس وتونس ما بعد الثورة، لماذا اخترت مرة ثانية تونس؟ هو لست أنا من اختار تونس، ولكن الأحداث من فرضت نفسها في تونس يعني في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما شهدته البلدان التي عرفت رياح الربيع العربي مثل ما شاهدنا في مصر وليبيا مؤخرا. تونس كذلك أحسسنا بأن الدور آتي على تونس، فبعد انطلاق مسلسل الاغتيال السياسي إن صح التعبير شهدنا بأنه فيه تسارع للأحداث، يعني حراك شعبي على الميدان يطالب من جديد برحيل الحكومة التي لم يتعدى عمرها العام، كذلك بحل المجلس التأسيسي الذي لم تصل بعد مدة صلاحيته. فالأحداث التي تسارعت أجبرتنا على الخوض من جديد في موضوع تونس، وكان العنوان تونس ربيع لم يزهر بعد. طيب عبد القادر، برأيك من المستفيد من مسلسل الاغتيالات التي أودت بحياة البراهمي وشكري بالعيد؟ من وراء هذه الاغتيالات؟ هو يعني وزارة الداخلية التونسية مؤخرا كشفت أسماء متورطة في هذه الاغتيالات، تم الإعلان عنها بأنها تنتمي إلى تيارات متشددة إسلامية. المستفيد من هذه الاغتيالات في فرضيتين بحسب مراقبين طبعا. الفرضية الأولى تقول بأن المستفيد الأكبر من هذه الاغتيالات هم أحزاب المعارضة التي وجدت لنفسها يعني حجة للنزول إلى الشارع والتعريف ببعض الأحزاب التي هي في الحقيقة أحزاب مجهرية ظهرت بعد الثورة، كذلك للتعريف ببعض الشخصيات السياسية قيل بأنها تحضر نفسها إلى الاستحقاقات القادمة. الفرضية الثانية تقول بأن المستفيد هي حركة النهضة، وهذا أمر مستبعد، لأنه هذه اتهامات حركة أحزاب المعارضة إلى حركة النهضة، لأنها تقول بأن حركة النهضة الحاكمة تحاول إسكات كل من يتطاول على حركة النهضة أو ينتقدها، مثل ما كان المرحوم شكري بالعيد شديد اللهجة في انتقاده للحكومة، كذلك محمد البراهمي في الأيام الأخيرة من حياته. فالمستفيد الآن
لم يظهر بعد إلى حد الساعة. الخاسر الأكبر هي تونس طبعا، لأنها لم تستطع لملمت جراحها واستكمال مسارها الانتقالي، فهي الآن تنزف، يمكن أن نقول بأنها تنزف، فمسارها توقف فجأة، كل مصالحها معطلة. مجلس تأسيسي الذي لم يستكمل بعد مشروع دستور يواصل عليه التونسيين يعني مسارهم، كل شيء معطل إلى حد الساعة في تونس. طيب عبد القادر، برأيك ما هو البديل الذي تطرحه المعارضة للخروج من الأزمة؟ هو لا يوجد بديل صريح أو برنامج أعلن عليه من قبل المعارضة. المعارضة في تونس تشكلت واتحدت لأول مرة في تاريخ تونس تحت راية واحدة سميت بجبهة الإنقاذ الوطني. هدفهم الوحيد هو إبعاد حركة النهضة من الحكم، وكأنه بهذا ستفرج الأزمة في تونس، وكأنه بهذا الحل ستخرج تونس من أزمتها. الآن الأزمة توسعت إلى شقيها الاقتصادي والأمني. رأينا في الآونة الأخيرة عدد الجنود الذين يسقطون تباعا في الجبال على الحدود مع الجزائر، كذلك مسلسل الرعب الذي لا زال يهدد الساسة في تونس بعد إعلان قائمة عن المستهدفين أو قائمة المستهدفين بالاغتيال. كل هذا لم يجعل المعارضة تأتي ببديل تطرحه على التونسيين من أجل الخروج من الأزمة، بل اكتفت بالتعبئة الشعبية، بالخروج إلى الشارع، بالضغط على الحكومة من أجل الرحيل من أجل الرحيل لا يأتي بحل. طيب عبد القادر، هل تتوقع تكرار سيناريو مصر أو يحدث نفس السيناريو في تونس؟ لا، وكانت فيه محاولات لتكرار المشهد المصري لأنه تزامنت الأحداث في تونس مع ما وقع في مصر. فالشيء الإيجابي في تونس هو أن المؤسسة العسكرية لم تتدخل في العملية السياسية، اكتفت بما يهددها، لأنه الجيش التونسي جيش فتي إن صح التعبير بين قوسين، يعني أصبح وجد نفسه بعد الثورة في مواجهة ظاهرة اسمها الإرهاب لم يعرفها التونسيين من قبل. الجيش التونسي لم يقحم نفسه في العملية السياسية، وهذا ما جنب تكرار السيناريو المصري في تونس. شكرا عبد القادر، شكرا على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية برنامج حقائق. شكرا لكل من شاهد هذه الحلقة. تابعونا بعد أسبوعين، وإلى ذلكم الحين يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة عبر صفحتنا على الفيسبوك. إلى اللقاء.